اللي يخليني اروح العاصمه كذا حاجه. اول حاجه التيكت برايس بتاعها، تمام. تاني حاجه ان انا لو بستثمر ومعايا مثلا مقدم بسيط وعايز ادفع اقساط تكون مريحه، فافضل استثمار ليك هو في العاصمه الاداريه. في طبعا مميزات تانية كتيرة جدا ان العاصمة الادارية دي، يعني هي قدامها مثلا 4 سنين 5 سنين وهتبقى اكتملت واشتغلت وكل حاجة فيها تمام. فانت بتتكلم ان البنوك الوزارات كل حاجة اتنقلت هناك. فانت حياتنا كلها كده كده هتبقى هناك. فانت لو اشتريت مثلا دلوقتي وحدة سكنية 3 غرف ب6 مليون جنيه، تقسيط على 10 سنين، كمان 3 4 سنين شوف هي هتبقى عاملة ازاي وجايبة لك عائد ايجاري او جايبة لك عائد استثماري كام. بمعنى ان انا اليونت النهارده اللي بشتريها ب6 مليون جنيه، كمان 3 سنين هتلاقيها معدية طبعا ال 13 وال 14 و 15 مليون جنيه. غير ان انا لو ما حبيتش ابيع، فان انا ممكن اجرها، لان انا عندي كل لاند مارك نقلت هناك. غير ان انت عندك البرج الايقوني ومنطقة الابراج الصينية، فالكلام ده كله غير ان هي اصلا معمولة للاستثمار.